صباح الخير. النهاردة هنعمل مع بعض تفريز الكرنب. الكرنب الأيام دي رخيص شوية. تعالوا نعمل طريقتين مختلفتين لتقطيع الكرنب وسلقه، وهنعمل منه كمان مخلل ونعمل منه كول سلو. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بجيب الكرنباية واشيل القلب بتاعها، ولازم ننقي الكرنباية ما تكونش مكبوسة قوي وما تكونش خفيفة خالص، يعني عشان يبقى قلبها حلو. وابتدي اقطعها على 3 اجزاء بالشكل ده، واقسمها كده. وشايفين الورق بتاعها طالع حلو ازاي. واقطعها كلها كده ونشيل الورق الصغير اللي هيبقى من جوه ده، والحاجات الناشفة هناخدها نعملها نخللها، والحاجات الصغيرة من الورق نغسلها كويس وهنعملها كول سلو. بعد ما قطعناها كده بالشكل ده وشيلنا الورق اللي من فوق، هناخد بقى القلب الورق الصغير خالص اللي في القلب من جوه، هنشيل الحتت الناشفة هنخليها نخللها نحطها على جنب نخللها، والورق هنغسله الأول، نغسله كويس، وبعد كده نقطعه تقطيع صغير خالص ونبشر عليه جزر عشان نعمله كول سلو. بعد ما غسلنا الجزء اللي هنعمله كول سلو، هجيب طبق وابتدي اقطعه تقطيع صغير خالص، وهخلصه وابشر معاه جزرة. وده الجزء اللي هنعمله كول سلو، وده باقي الكرنبة اللي قطعناها، والباقي اللي هو هيتعمل مخلل. ده الجزء كلنا عارفينه اللي هو بيبقى ناشف مش هينفع يتسلق ولا يتعمل اي حاجة، فبناخده نحطه في البرطمان بعد ما كبسنا البرطمانات كده عندي فصين توم. بحط كل برطمان كده فصين توم على الوش، وقرن شطة بقطعه عليهم بيديله طعم حلو. وبعدين اعمل لهم بقى المحلول الملحي. معانا المحلول الملحي لتر مية، عليه معلقة كبيرة سكر، اول معلقة سكر، وبعد كده 4 معالق ملح، وشوية كمون، ومعلقة كبيرة بابريكا، ومعلقة خل، وبقلبهم كويس. ونعبي البرطمانات بالمحلول اللي احنا عملناه. واقول لكم كمان على طريقة الكول سلو. بنجيب مايونيز وعسل نحلة او سكر ولبن، ونخلطهم مع بعض ونحطهم على الكول سلو ونقلبهم كويس، وبالهنا والشفا. ودي بقى الكمية اللي طلعت معايا، كمية الكول سلو والكرنباية اللي اتقطعت والمخلل. ومعايا كمان كرنباية تاني هوريكم طريقة السلق بتاعتها والتقطيع. معايا مية السلق هحط فيها معلقة سكر ونص معلقة كمون، وبعدين هجيب الكرنباية الصحيحة اللي احنا مقطعناهاش نبدأ بيها سلق. هحطها شوية على وشها 5 دقايق بس، وبعد كده هقلبها على طول عشان احنا هنفرز الكرنب وما ينفعش نسلقه كتير. وبعد ما قلبتها الناحية التانية كده هستنى برضو عليها 5 دقايق، وابتدي بقى اطلع منها ورقة ورقة بالشكل ده لحد ما اخلصها كلها وهي مكانها بتتسلق. اسحب منها ورقة ورقة لحد ما تخلص كلها. وبكده يبقى عملنا طريقتين لسلق الكرنب ولتقطيع الكرنب. دي غير الطريقة الأولانية اللي احنا قطعنا بيها الكرنبة وهي نية. الطريقة دي هنقطعها بعد ما تتسلق. بعد ما خلصنا سلق الكرنبة الصحيحة هبتدي نسلق الكرنبة اللي احنا قطعناها وهي نية. بحط كل جزء كده على بعضه وياخد 5 دقايق على الناحية الأولى، ببتدي أقلبه على الناحية التانية برضو. يعني ما فيش 5 دقايق، وبعد كده نطلعه ونراعي ان احنا هنفرزه مش هنطبخه على طول. وده شكل الكرنب بعد ما سلقناه. اللي احنا قطعناها وهي نية طالعة جميلة خالص، ما اتبهدلتش معانا في السلق. حطيناها بالراحة كده، رصيناها وقلبناها برضو بالراحة وطلعناها زي ما هي. بتوفر علينا وقت ومجهود. ابتدي اعبيها كده في اطباق فويل، وبعد كده احط الطبق في الكيس واحطه في الفريزر. بيقعد معانا وقت طويل، وكمان في الصيف الكرنب مش بيبقى حلو خالص بتاع الصيف.
فده بينفعنا في الصيف، بنطلعه ونعمل بيه محشي بيبقى حلو جدا. اجيب الكرنبة بقى اللي احنا سلقناها صحيحة، وهبتدي اظبطها كده بالطريقة دي. بشيل الحتة الناشفة اللي في النص، واطبق الورقة، واجيب اقطعها على قد صبع المحشي، واحطهم بعد كده فوق بعض، والفهم رول، واحطهم في الطبق. هوريكم كمان شايفين الورقة عاملة ازاي. بطبقها كده واشيل الحتة الناشفة دي اللي في النص، وبطبقها التطبيقة دي، وبحطها كده واسويها، واقطعها على قد طول صبع المحشي. وبعدين بروح فرداها واحطهم التلاتة على بعض، والفهم رول، واحطهم في الطبق. هخلص طبعا الكمية كلها واوريكم انا عملتهم ازاي. وبكده خلصنا الفيديو بتاعنا تقطيع الكرنب قبل ما يتسلق، وتقطيعه بعد ما اتسلق. وريتكم طريقتين لتقطيع الكرنب وسلقه، وكمان عملنا منه مخلل، وعملنا كول سلو. واللي طلع من الكرنبة الصحيحة بعد ما اتسلقت مش هنرميها، ينفعنا واحنا بنعمل المحشي. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة. اشوفكم على خير، باي.